تحليل مباراة اتحاد العاصمة لأيك ومتابعة وتابع الفيديو إلى النهاية. بناء على الإحصائيات الظاهرة في الصور لمباراة اتحاد العاصمة USMA ضد الزمالك، نحن أمام حالة كلاسيكية من السيطرة العقيمة مقابل الفعالية القصوى. إليك تحليل مفصل للمباراة. 1. الاستحواذ والسيطرة الميدانية. اتحاد العاصمة 70%، مقابل الزمالك 30%. حزين، الفجوة هنا هائلة. اتحاد العاصمة فرض سيطرة تامة على الكرة، وهو ما تؤكده أرقام التمريرات: 644 تمريرة لاتحاد العاصمة بدقة 85%، مقابل 280 تمريرة فقط للزمالك بدقة ضعيفة 65%. هذا يشير إلى أن اتحاد العاصمة كان المستحوذ والمبادر، بينما اعتمد الزمالك على الدفاع المتأخر low block وربما الهجمات المرتدة. 2. النجاعة الهجومية، لغز المباراة. رغم السيطرة المطلقة لاتحاد العاصمة، انتهت المباراة بنتيجة من 1-0 لصالح اتحاد العاصمة، بناء على النتيجة في أعلى الشاشة، ولكن بالنظر للإحصائيات نجد مفارقة غريبة. اتحاد العاصمة قام ب23 تسديدة، منها 15 من داخل منطقة الجزاء و31 كرة عرضية. هذه أرقام هجومية مرعبة تعكس ضغطاً متواصلاً. المشكلة: من بين 23 تسديدة، هناك 4 فقط كانت على المرمى on target، و12 تسديدة بعيدة تماماً، و7 تم اعتراضها. هذا يعني وجود مشكلة كبيرة في اللمسة الأخيرة أو إنهاء الهجمة. 3. الجانب الدفاعي والانضباط. الأخطاء والبطاقات. الزمالك ارتكب 15 مخالفة وحصل على بطاقتين صفراوين وبطاقة حمراء. هذا يفسر كيف حاول الزمالك إيقاف خطورة اتحاد العاصمة، اللجوء للاندفاع البدني لتعطيل اللعب، مما أدى للنقص العددي. التصديات. حارس الزمالك قام ب3 تصديات، بينما قام حارس الاتحاد ب2. الزمالك رغم قلة فرصه 8 تسديدات إجمالاً، إلا أن 3 منها كانت على المرمى، ما يعني أن خطورته كانت مركزة جداً رغم ندرتها. 4. ركنيات وعرضيات بلا استغلال. اتحاد العاصمة حصل على 31 كرة عرضية و5 ركنيات. في كرة القدم، إرسال 31 عرضية وتسجيل هدف واحد فقط، أو عدم التسجيل إذا كان الهدف